السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد هعمل الفراخ بتاعتنا. طبعا جايبه لهم كمية تلج كبيرة، نحط لهم شوية مية ونرجع نخفف لهم المية شوية. كده اكل الحمام. حطينا مية على تلج ماشي. هنبتدي بقى كده نفرغ ميه لحد ما الميه تنظبط معايا في السعايه، لان ده تلج كتير، هنقسمه على البرام وعلى السقايه ماشي. طبعا يا جماعه احنا بنحط معلقتين خل مضاد سموم طبيعي اهو. جبت الازازه بحالها هنا اهو، الصبح ريفو ودلوقتي مضاد سموم، ولو عسل اسمر يبقى الدنيا كده مية مية يعني. انا شايله الاكل من ضمن الساعه 11 الصبح. زي ما انتم شايفين اهو الارضيه بتاعتهم ما فيهاش الهواء، واكلين كل كميه العلف اللي انا كنت حاطاها. نزود بس العلافه دي، قلت لهم كميه كده تكفيهم يقدروا طول الليل ياكلوا، بيلعبوا في النهائي كده زي ما بيقولوا يعني عشان يظبطوا معايا كده الذبيح. بعد ما حطيت لهم العلف فمجوعاهم بقى من الصبح. بصوا يا جماعه، لما انت بتجوعيهم طول الفتره بتاعت ما بين الظهر والعصر دي لحد الوقت ده بيسحبوا معاكي في العلف. وتاني حاجه ان انت بتتجنبي مشاكل الحر الكتير اللي بتحصل معاكي في طول فتره الصيف. انا جوعتهم جامد وحطيت لهم بسم الله ما شاء الله عليهم نازلين في الاكل ازاي. حطيت لهم مضاد سموم خل وحطيت لهم ميه ساقعه. الميه ما بتبقاش متلجه يا جماعه، الميه يا دوبك تنشرب. بالنسبه بقى للرومي بتاعنا الجميل الامور ده، حطيت الصبح جبنه قريش عشان ياكل. ودلوقتي هنحط للحمام. طبعا احنا في موسم الغله، عندنا غله كتير. نحط لهم الغله اللي احنا كنا واخدينها من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بواقي هزة الغلة بتاعت الخزين بتاعنا. نحط الحمام بواقي هز الغلة اهوت، ياكل ويسحب معاك ازاي اهو. الغلة الناعمة الحمام طبعا بياكل في العلف بتاع الفراخ، فتلاقي الزغاليل بتاعته بتفرق يوم عن يوم. بسم الله ما شاء الله، ادي الزغاليل بتاعتها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.